سلام حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا على خير في صحه جيده ان شاء الله. كما شفتوا رجعت معكم في فيديو جديده. ان شاء الله لواحد العراضه على غفله لواحد الاسبوع. وان شاء الله غادي نشارك معكم التحضيرات ديالي. كيف ما كتشوفوا البنات، اول حاجه غنبدا بها هي هاد الكولوراسيون اللي خديت انا والاخت ديالي. كما كتشوفوا هي اللي كتوجدها ليا، وهي اللي كتستعمل على شعرها. عفوا. كانت كتعجبني بزاف اللون اللي عندها البنات. وهاد الصباغه البنات هي اباز ديال الاعشاب الطبيعيه، يعني ما كتاديش الشعر ديالنا. يعني هي نصحتها ليا ومده وهي كديرها، يعني تفاديا باش نمشيو عند الصالونات. بان كتعرفوا البنات هنايا عندنا اثمنه باهظه عند لي كوافور، يعني هنايا 800 درهم 700 درهم باش دير كولوراسيون شعرك. دونك وما كيديروش لك بتاتا مواد طبيعيه. اما بالنسبه للاخت ديالي البنات صلح ليها شعرها بزاف على هذا البرودوي هذا او هذه الصباغه. دونك نصحتني به، وانا ان شاء الله جيت باش نجربه هاد المره ونشوف واش غيعطيني فعلا الكولوراسيون اللي انا بغيت. وهذا ما كان البنات، وخصوصا كما قلت لكم انه مواد طبيعيه يعني 100%. دابا البنات الاخت ديالي كما كتشوفوا كتبريباريه ليا. ومن بعد دابا ما ابليكيتو على شعري رجعت معكم باش نقول لكم انني لاحظت واحد الحاجه، انه بتاتا ما فيش يعني الرائحه اللي كنشمو نورمالمون في لي برودوي يعني شيميك ديال الصباغه ديال الشعر. البنات ما فيه حتى شي رائحه، كانك كتستعمل شي مواد طبيعيه يعني او خلطه طبيعيه على الشعر ديالك. وفيه حتى غير 3% ديال الامونياك. يعني البنات رائع. اول ما طبقته على شعري باقي دابا غنشوف اللون ونعاود نقول لكم رايي يعني في الكولوراسيون ديالو. هذا ما كان البنات. يعني ومن بعد يعني ما كتغسلو كيجي معاه واحد الساشي اللي هو ديال البالسام. غادي تشوفوه دابا معايا. كيجي اباز كما كتشوفوا دابا هو اباز ديال زيت اللوز الحلو وزيت السيزامو يعني ججلان، وزيت يعني القمح، ماشي الزيت مع المستخلص ديال القمح. كما كتشوفوا البنات رجعت باش نقول لكم انا لا كولوراسيون خرجت ليا احسن من رائعه، عجبتني بزاف بزاف بزاف. وما غاديش نبقى البنات نمشي عند الصالونات باش نخسر الفلوس ديالي صراحه. وزائد هذا الشيء نهلك الشعر ديالي، لانهم كما عارفين راهم كلهم مواد يعني كيميكا يعني شيميك. خرج لي البنات الكولوراسيون من اول مره من اول تطبيق، يعني ما درت حتى شي برودوي لتحت باش يحيد لي اللون اللي بقى عندي لتحت في يعني في الشعر ديالي. طبقت البرودوي يعني الكولوراسيون ديكتومون خرجت لي اللون صراحه اللي بغيت وعجبني بزاف، وانا فرحانه يعني بالريزولطا اللي خرج ليا. هذا ما كان البنات. وزائد هذا الشيء هو مواد طبيعيه، يعني في مواد طبيعيه اللي كتدير اسوال الشعر، وفيه الامونيكا قليله. يعني البنات ملي كنت ابليكيتو على شعري كنت قلتها لكم ما فيش صفه نهائيه الرائحه ولا حتى اللون ملي كيطلع على شي حاجه ما كيشدش فيها. دونك كما قلت لكم هو رائع والنتيجه ديالو رائعه. يعني في الابليكاسيون الاولى خرج لي اللون اللي كنت بغيت، يعني هذا هو اللي غادي نقول لكم. دابا البنات رجعت معكم، ما نطولش الهضره، رجعت معكم اللي بغيتو بعد يعني الاستفسارات بما يخص الصباغه اللي درت لشعري ان شاء الله خليوها لي في التعاليق وانا غادي نعطيكم المعلومات عليها. البنات بما يخص دابا غادي ندوز ان شاء الله غندير واحد الماسك نوجدو معكم. هنايا عندي واحد السكراب اللي كنت شاركته معكم، هو البنات اللي كنستعمل هو الاول غير بشويه، يعني هو فيه هذوك الحبيبات نحاولوا نماسكو وجهنا، يعني نسكرابي وجهنا بواحد بشويه يعني موفيمنتي يعني ديليكاتي. هذا هو مكان البنات. من بعد ان شاء الله غادي نابليكي هذا الماسك هذا اللي غنوجد معكم. عندي هنايا بقايا ديال القهوه كما كتشوفوا، عندي واحد 2 معالق ديال الزيت البلديه. نتمنى الفيديو البنات هذا ما يجيش طويل، لانني ان شاء الله غادي نشارك معكم اولا 3 على حسب القهوه اللي عندنا باش نديرو حتى العنق ديالنا. غادي ندير البنات جهد واحد المعالقه صغيره ديال العسل كما كتشوفوا معايا.
العسل رائع تا هو. الفوائد ديالو البنات هذا الماسك انه كيعطي واحد النضاره للوجه صراحه رائعه. وعندي هنايا الفيتامين او كما كتشوفوا بعض القطرات منه. هذا هو البنات الماسك ديالي. بطبيعه الحال غنزيد شويه ديال الزيت. هنايا لانني كثرت الكونتيتي ديال القهوه. دونك البنات هذا هو الماسك غنبليكي ان شاء الله على وجهي وعلى العنق ديالي، ومن بعد نرجع معكم شنو اللي غيجي من ورا الماسك ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا البنات من بعد ما طبخت الماسك ديالي كما كتشوفوا غنخليه 20 دقيقه. درته حتى على العنق ديالي غنخليه 20 دقيقه. وفي اثناء هاد 20 دقيقه البنات ما غنضيعش الوقت. دونك غندوز باش نوريكم كيفاش غنقاد رجيلاتي، لانني عندي صراحه رونديفو مع الاستيتيستا، يعني الاستيتيست، ولكن ما غاديش ندير عندها كل شيء لانكم عارفين الاثمنه عندنا هنايا. دونك اي حاجه وكاين شي حوايج سبحان الله ملي كديرهم في البيت يعني كتعجبك ريزولطا ديالهم اكثر من ديرهم في عند الاستيتيست، لانكم عارفين هنايا في ايطاليا عندنا شويه عيانين يعني في الخدمه ديالهم ماشي زعما مزيانه، ناقصين في الاستيتيستي كيكونوا شويه ناقصين. المهم دابا غادي ندوز باش نوريكم شنو غندير رجليا وغادي نشارك معكم واحد البرودوي مهم بزاف. كما كتشوفوا معايا البنات من بعد ما نخلي الماسك ديالي 20 دقيقه درتو حتى للعنق ديالي كما شفتوا معايا، غادي نخليه 20 دقيقه. المهم غندوز هنايا غنشارك معكم هاد الاله البنات اللي كنت خليت من ليدل. بالنسبه للنساء اللي كيتشكاو من القدام ديالهم يعني من طلوني كيكونوا هكا سكريبولاتي، نهار شريت البنات هاد الاله هذه كما كتشوفوا قبل ما تغسلوا رجيلاتكم قبل ما يعني ديروهم في الماء كدوزوا عليهم بهاد الماكينه هذه اللي كتخدم بالضوء، يعني كتحيد كاع البيلي مورتا، يعني الجلد اللي كيكون ميت كله يعني بواحد الطريقه خفيفه ماشي كتاكل الجلد بزاف. المهم غنستعمل هذه ان شاء الله. ومن بعد البنات بغيت نهضر معكم حنا واحد البرودوي اللي رائع فعلا اللي ضروري قلت غنهضر به مع البنات. كانت نصحته ليا صراحه الاستيتيستا ديالي، هذه شي تقريبا 6 شهور. هذا البنات كيتخدم الصيدليه كيدار مره واحده في السيمانه كتابليكي على الضفيرات ديالك. بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم الشامبينيون في الضفران يعني كياكل لهم الضفر وكتلقى الضفر كيتقطع وما كيبقاش طوال، يعني كيولي قصير ما كيبقاش طوال. دونك هاد البرودوي البنات احسن من رائع صراحه، جربوه وردوا عليا. هذا هو الاخ ليا يعني في تراتامينتو موكوسي ديال ليونغيا كما كتشوفوا مكتوب معايا هنايا. وانا البنات مجرب لاني فعلا جربته بزاف كانوا كيدويو لي عليه، كنت كنشوفو حتى في الاشهار صراحه في التلفازه. ملي جربته يعني شخصيا صراحه احسن من رائع. استقليه مهم اللي عندها بروبليم ديال الشامبينيون ديال الصباع ما تستغناش على هذا البرودوي هذا. المهم البنات دابا ما كثرش عليكم، من بعد 20 دقيقه غنمشي دابا ندير هاد التراتامينتو ديال ضفيراتي. من بعد 20 دقيقه ان شاء الله نغسل الماسك ونرجع معكم. كما كتشوفوا البنات من بعد ما غسلت الماسك من وجهي الصراحه رائع، يعني كنحس بالوجه ملس وعطى واحد النضاره. من بعد البنات درت هذا ديال تحت العينين ديال غوش بوزي، رائع البنات. هذا الكونتور نوكي صراحه رائع. ودرت هذا الكريم ادراتانتي ديالو ادراتاسيون ديالو ديال الغوش بوزي حتى هو رائع البنات. شي نهار ان شاء الله نهضر لكم عليه. درت هادو من بعد الماسك. ودابا ان شاء الله البنات رجعت لبست السربيطه ديالي غادي نمشي نجري باش نمشي عند الاستيتيست نصيب ضفيراتي. مهم كما كتشوفوا كلشي مزروب، مي هذا مكان يعني واخا العراضه على غفله، ولكن نحاولوا ما نضيعوا حتى حاجه، ما نقصروش على روسنا. يلا خليكم معايا.